لسه بتنسى وانا كمان عادي. المهم نرجع تاني بقى نحل موضوع النسيان ازاي. اتفقنا قولا واحدا، مراجعه من غير ما تقعد توجع دماغك باي كلام تاني. السؤال بقى دلوقتي، احنا هنراجع امتى؟ انا ما حبيتش ان انا اجاوب على السؤال ده في الاول خالص عشان ما اظلمكش، فاتكلمنا عن شويه تقنيات ان ازاي نراجع. النهارده بقى بنختم موضوع مراجعه المرحله الثانيه بتاع الريكولينج او ميموريزيشن. براجع كل قد ايه؟ بص، انا هبدا معاك بالحاجه الايديال اللي كل الابحاث اتكلمت فيها، بس بيني وبينك عارف ان موضوع الايديال ده ما بيجيش مع الناس، يعني مش احسن حاجه. فبعدين هاخدك من الايديال لغايه الحاجات الكلينيكال اللي ممكن نعرف نعملها ابلاي في حياتنا وزحمه حياتنا، وبالتالي بنكون احنا واقعيين وعمليين. وفي الاخر خالص اقول لك احنا عندنا سيستم الفولو اب او المراجعه ازاي في الكورسات باذن الله. يلا نبدا بالايدل. قالوا لنا افضل حاجه انك تراجع على نفس الموضوع في اول 3 ايام يا عزيزي. تمام؟ ده كده المراجعه الاولى. المراجعه الثانيه في اليوم السابع، المراجعه الثالثه في اليوم ال 14. يعني انت كده رجعت مره بعد اسبوع، مره بعد اسبوعين. المراجعه الرابعه بعد 28 يوم. ده الايديال، ده الايديال. ليه بقى؟ قالوا اهم مراجعه هي اقرب مده لمذاكره الموضوع. يعني انا لو مذاكر الموضوع يوم السبت، لو تقدر تراجع الموضوع تاني يوم معاك بقى، فوت سبت حد اتنين، يوم التلات اهوت او الاتنين بالليل، يبقى كده نهايه اليوم التالت او بعد فوات 3 ايام، ده رائع جدا. وبعد كده قال لك ايه؟ حط اليوم السابع وال 14 و 28. ليه؟ لو انت عملت القصه ديت انت كده بتحول الشورت ميموري الى لونج ميموري، وبتزود الدبس بتاع المعلومات. ده كده حاجه رائعه جدا. بيني وبينك احنا في زحمه حياتنا صعب نعمل كده، فانسى الايديال، بس حبيت اقول لك عليه برضو. تعالى نعمل فيها موديفيكيشن. بص يا جميل، اول مراجعه مهم ان هي تكون قريبه من ميعاد المذاكره. فانا قابل ان اول مراجعه نعمل فيها دمج ما بين رقم 3 ورقم 7 اللي قالوا عليه. يعني بيني وبينك لو تعرف تراجع الموضوع في خلال اول مره في خلال اول اسبوع، ده جميل جدا. حاول تعمل كده. يعني انت لو انا مذاكر الموضوع يوم الاحد، ممكن اراجع عليه الحد الجاي. ده احسن حاجه. ده احسن حاجه بصراحه. يعني كل ما تقرب المره الاولى كل ما الميموريزيشن بتاعك بيعلى بكتير، بامانه بصراحه، والكلام ده مجرب. طيب نيجي للمره، احنا كده دمجنا اول مرتين مع بعض، رقم 3 ورقم 7. قلت لك خلال اول اسبوع عرفت تجيب اليوم السابع، ماشي، اليوم السادس ماشي، ده كده رائع جدا. نيجي بقى لحكايه ان انا راجع تاني على الموضوع بعد اسبوعين وبعد 4 اسابيع. دي لو انت عايز تقننها تعالى نعمل فيها دمج ونقول في خلال اول شهر. تاني مراجعه تكون في خلال اول شهر. يعني كده بسهل عليك الموضوع. حاول تراجع الموضوع اللي انت ذاكرته مرتين، مره في اول اسبوع ومره في اول شهر. طب افرض الموضوع كان صعب، ندمج ده وده ونخلينا نقول المفروض الموضوع يتراجع اتليست مره واحده في اول شهر. ده كده اقل حاجه. لكن ان احنا نذاكر الموضوع ونسيبه اكتر من شهر، انت كده بصراحه ضيعت مجهود كبير قوي انت عملته في مذاكرتك اول مره. كاتش